الجزائري عبد المجيد تابون لقناة الجزيرة أمس أن العلاقات مع المغرب وصلت إلى نقطة اللا عودة، وقطعت الجزائر علاقات مع الرباط في عام 2021 مع تصاعد التوتر حول نزاع الصحراء الغربية. للتعقيب معي في الاستوديو الزميل جمال بدومة. أهلا بك جمال. ما الذي يمكن أن يقال على هذا التصريح؟ إذن العلاقات وصلت إلى نقطة اللا عودة. فعلا هذا يؤكد أن هذه العلاقات مستقرة في أقصى حالات التوتر. كما أشرتي، الجزائر قطعت العلاقات مع المغرب في أوت 2021 بناء على اتهامات بأعمال عدائية تجاهها من طرف الرباط، فيما الحدود مغلقة منذ عام 1994. في الحقيقة في الأيام الأخيرة شهدنا حدة أيضا في التوتر تؤكد هناك عدة مؤشرات تؤكد هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري. مثلا شهدنا تظاهرة هنا في باريس تحت رعاية رسمية تقريبا جزائرية تعرضت بعنف للرموز المغربية. كما شهدنا بالمقابل في المغرب مجموعة من جرائد وشخصيات يتحدثون عن ورقة الصحراء الشرقية، الأراضي التي يعتبرها جزء من المغاربة تاريخيا أنها جزء من المغرب قطعته فرنسا وأضافته وضمته إلى الجزائر. عندما تخرج هذه الأوراق أي أن التصعيد وصل إلى حدة أقصى حالات الحدة. الواقع أن الجزائر تضررت دبلوماسيا كثيرا في السنوات الأخيرة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وما تلا ذلك من احتجاجات في الشارع وحراك، وهي تريد أن تتدارك هذا التأخر. تعرف أن المغرب سجل خلال هذه الفترة عدة نقاط دبلوماسية، خصوصا في ملف التوتر، قضية الصحراء الغربية، الاعتراف الأمريكي على عهد دونالد ترامب بالموقف الداعم للموقف المغربي، وأيضا الموقف الإسباني. كل هذا يجعل الجزائر تخرج كل أوراقها وتعتبر أن كي تتدارك هذا التأخر الذي حدث لها دبلوماسيا تعتمد هذه الدبلوماسية العنيفة ولا تريد الحديث، لأن في الحقيقة اتفاقات أبراهام هي كانت ضربة مزدوجة في الحقيقة دبلوماسيا على مستوى الموقف الأمريكي من الصحراء، وأيضا خصوصا التعاون العسكري الذي توثق بين المغرب وإسرائيل، وهذا ما يزعج الطرف الجزائري أكثر من كل الأشياء. شكرا جزيلا لك جمال بدومة. السلام عليكم. لا تنسوا